السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بفكرة جديدة وفيديو جميل جدا. الفيديو دوت برعاية ماما. ايوه، ماما هي اللي عاملاه. ليه بقول لكم فكرة جديدة؟ لان الايام ديت ده اللي قدامكم ده فطير مشلتت، عشان لو محدش عارفه. انا عارفة ان معظم الجيل الصغير مش هيبقى عارفه. ليه بقول لكم بقى ان هي فكرة جديدة؟ عشان الايام دي دلوقتي بقى طالع الفطير الصغير دوت اللي هو بيتعمل في دقيقتين على الرخامة، واللي انا عن في نفسي شخصيا عمري ما اكلته، لان دايما ماما بتعمل لنا الفطير المشلتت وفطير الذره بتاع زمان اللي هي متعلمه من جدتي، ربنا يبارك فيها ويديها الصحه. الفطير دوت بتاع الزمن الجميل اللي كانت تيتا بتعمله لنا زمان، او اللي في الارياف كانوا بيعملوه على طول. فطير جميل جدا وسهل وبسيط، ودلوقتي هوريهولكم. اول حاجه العجينه بتاعته بتبقى سهله وبسيطه، هي عباره عن دقيق وميه وملح، مش اكتر ولا اقل. هبقى اكتب لكم المقادير في الوصف، اللي هو قد ايه دقيق قد ايه ميه، عشان تبقى ما تتلخبطوش يعني، ولو حد حب يجربه يطلع معاه مظبوط. وطبعا الميه بتكون ميه دافيه او ميه فاتره. تمام. الفطير المشلتت دوت بيكون كبير ما شاء الله، عشان كده بتخبزه اكتر من حد، مفيش حد بيعمله لوحده. في ساعات بيخبزوه 3 و4 مع بعض، بس انا عشان اعرف اصور لكم خليت ماما واختي بس هما اللي يشتغلوا فيه. وزي ما انتم شايفين احنا بنعمله على طبلية او سفرة كبيرة قوي ما شاء الله، ودلوقتي هتبان اكتر في الكاميرا، عشان بنفرد الفطيرة عليها كلها وبعدين نرجع نلمها. زمان كنت اول ما شفت ماما بتعمله كنت اقعد اللي هو اهزر يعني، واللي هو بتريقة كده، ليه بنفرده وبعدين نلمه، وايه ليه اشتغالات ووجع الدماغ دي؟ ما نخليها ملمومة من الاول وما نقعدش نخبز فيها كتير ونوجع ايدينا. بس عرفت بعدين ان الفطير دوت اهم، اصلا اسم الفطير المشلتت اهم حاجه فيه ان هو يكون عباره عن رقات مورق كده. فعشان يبقى مورق لازم تفردي الفطيره كلها على الطبليه كده او على سفره كبيره كده، وبعدين ترجعي تلميها رقه رقه، وبين كل رقه والتانيه نحط السمنه بتاعتنا عشان يبقى مورق وجميل وما يبقاش مكتوم ولا تقيل. الفطير دوت زي ما انتوا شايفين عجينته سهلة خالص. ليه مش بنعمله اصلا؟ في ناس ما تعرفوش لان هو كان بيتعمل في الارياف، وفي ناس بتستصعب عمايله لانه بياخد مكان، وفي ناس بقى ما بتبقاش قد الكلفة بتاعته لان هو بيتعمل بالسمنة البلدي. يعني بين كل رقة والتانية بنحط سمنة. بس طبعا المفروض يعني دلوقتي بعد التكلفة بقت تكلفته عالية قوي، السمنة البلدي تزودي عليها سمنة صناعي، يا اما اصلا تشيل السمنة البلدي خالص وتجيب السمنة الصناعي ايا كان النوع اللي بتستخدميه، وتحطي عليه كمان مقدار من الزيت، فتخلطي بين السمنة والزيت عشان ما يبقاش مكلف معاكي ويكون سهل عليكي وجميل. هنا بدأوا بعد ما خبزوه خلوها تكبر، بدأوا يروحوها وهيفضلوا يروحوا فيها لحد ما تبقى على قد الطبلية كلها، عشان ما تتقطعش منهم. لو فضلوا يخبزوا فيها بالسريع عشان توصل لحد الطبلية مش هتوصل وهتتقطع منهم، عشان كده بدأوا يريحوا فيه عشان تتفرد على الطبلية كلها. زي ما انتوا شايفين كان شكلها يجنن وهي مفرودة على الطبلية كلها، وكمان كانت نازلة من الجناب، كانت جميلة جدا وتحفة. ودلوقتي هنلمها تاني ونخليها صغيرة جدا زي ما كانت في الأول، وهتشوفوا معانا. بيجي دلوقتي دور السمنة. السمنة دي كانت سمنة صناعي مش بلدي بالمناسبة، وماما كانت كمان حاطة عليها مقدار من الزيت عشان تقلل من التكلفة بتاعتها. بدأت تفردها كده وتحطها على الفطيرة كلها، تفردها كلها وبعدين تبدأ تلم فيها رقة رقة، وبين كل رقة والتانية تحط سمنة. الفطير دوت وهيبقى وهنزل لكم تاني في حلقة ان شاء الله فطير الذرة، برضو كان من فطير الزمن الجميل اللي كنا بنعمله زمان على طول. المهم خلينا دلوقتي في الفطير دوت بيتاكل بالقشطة بالعسل بالجبنة القديمة اللي احنا بنحطها في المش وهكذا. بيكون تحفة جدا، ودي تعتبر الأكلات الأساسية بتاعته يعني. هنا بقى بدأت ماما تلمه كده رقة رقة، وبين كل رقة والتانية تحط سمنة. زي ما انتوا شايفين كده العجينة سلسة جميلة جدا، اتفردت على السفرة كلها. ما حصلهاش اي حاجة، ما تقطعتش، وجميلة وخفيفة قوي. هنا ماما بتفرد السمنة عشان يبقى جميل. طبعا زي ما قلنا الدقيق اللي هتستخدمه بيكون هو متعدد الاغراض، او الدقيق الفاخر العادي اللي هو بتاع الغله اللي احنا بنبقى عاملينها، الغله العاديه دي، ودقيق بيبقى فاخر ابيض، او دقيق مخبوزات زي ما انت بتستخدمي، بس المهم ان هو يكون دقيق كويس وجميل.
بحيث ان هو ما يرميش الإدام منك ويكون جميل. في دقيق كده بيرمي الإدام، فمهما تحطي له مش بيبان عليه حاجة، وبتلاقي الإدام كده طلع في ايدك اصلا او في الحاجة اللي انتي بتطيبي فيها. فاللي بيرمي إدامه دوت بيبقى طعمه مش حلو، هو يعتبر اصلا انتي بتحطي الحاجة بترميها على الارض. تمام. فاستخدموا دقيق يكون كويس ونضيف، بحيث ان هو يبقى ايه، طالع معاكم بخير وان شاء الله. هنا كان خلاص قربوا يخلصوا، وقاعدين بيلموا فيها وبيشدوا فيها بالراحة عشان ما تتقطعش. بيبقى طعمه جميل جدا ويجنن، بيبقى فيه حاجة حتى من المشاركة والروح الأسرية والدفء الأسري، ان احنا بنشارك في حاجة جميلة كده مع بعض، وبعدين بنقعد كلنا ونتجمع سوا. آم، فدي بتكون حاجة بترجعنا لأيام زمان. أيام ما كنا يعني اللي هو كان الطبيعي ان بيبقى عائلات مع بعضها يتشاركوا في كل حاجة. كل حاجة كانت بتبقى حلوة، بيبقى فيه خير وبركة في الحاجة، غير دلوقتي. ما عادش اصلا حد بيعمل الحاجات دي قد كده، لدرجة ان اصلا في اجيال ما تعرفهاش اساسا لان مش بيشوفوا الحاجات دي خالص. ما عادش في ترابط اسري، ولا حتى عاد في تجمع عائلي، ولا عاد في اي حاجة من الحاجات بتاعت زمان، للأسف يعني. هنا بتجمع كده مثلثات بيترد، اللي هي ماما بتجمعه كده مثلثات عشان تخليه في الاخر عجينة صغيرة، دايرة صغيرة زي ما كنا بادئين بيها. بس اكيد طبعا مش هو ده النهاية بتاعته. بنتجمع كده زي ما هوريهولكوا دلوقتي لحد ما نخلص الكمية اللي احنا عاملينها كلها، وبعدين نرجع نفرده تاني فردة بسيطة على قد الفطيرة كده زي ما وريتها لكم في الاول، على قد الصينية قبل ما تتحط في الفرن. يعني اكيد هي مش هتدخل كده الفرن طبعا. كده بنكون وصلنا لنهاية الفطيرة بتاعتنا بعد ما اتلمت كده، وهتتحط في الصينية بتاعتها لحد ما يجي الدور ان هي تطيب. طبعا مش بيفضل وقت يرتفع ولا حاجة، الفكرة ان احنا بنقعد وقت لحد بس ما نخلص باقي الفطير، وبعدين بنرجع نطيبه كله في وقت واحد. لكن عادي لو تطيبي بعدها على طول، يعني مفيش اي مشكلة. قبل طبعا ما بنحطه في الفرن او بعد ما بتخرجيه على حسب، بتفردي عليه لبن حليب، او في ناس بتفرد لبن رايب قبل ما تحطه في الفرن، وفي ناس بتحط عليه سمنة. بس قبل ما تدخله في الفرن ماما كده بدأت تفردها تاني لحد ما تاخد الصينية كلها زي ما قلتلكوا، وبعدين حطت عليها لبن حليب على وشها كامل عشان تبقى حلوة وطرية كده، يبقى الوش بتاعها بيلمع كده ومحمر زي ما انا وريتهولكوا في الاول. فدوت اللي احنا استخدمناه، واستخدموا اللي انتوا تحبوه والحاجة اللي نفسكوا تروح لها زي ما تحبوا، مش هتفرق. زي ما قلت لكم هسيب لكم الفيديو، هسيب لكم المقادير في الوصف، وان شاء الله هسيب لكم برضو في صندوق الوصف الفيديو للقرص البلدي بتاعت زمان كنت عاملاه لكم قبل كده. وان شاء الله هعمل لكم الفطير اللي هو بالفطير الذرة. برضو هجمع لكم كل السلاسل بتاعت الزمن الجميل والفيديوهات التحفة البسيطة الجميلة اللي كانت ماما بتعملها لنا زمان، واللي كانت متعلماها من جدتي، واللي اصلا يعني معظم الناس دلوقتي ما عادش بتعملها حرفيا. هجمع لكم كل حاجة عشان نرجع سوا للزمن الجميل، انا عن نفسي بحبه. مع السلامة.